السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي نثبت حسبة مايكروسوفت اوفيس مجانية بالكامل. كل البرامج الموجودة اكسل وباوربوينت وورد، كل حاجة هتحتاجها، وكل الملفات او الروابط اللي انا هستخدمها في الفيديو ده ان شاء الله هسيبها في الوصف تحت الفيديو. هنفتح الملف كده وهناخد منه اول لينك ده كوبي، وبعدين هتخش على اي متصفح عندك وتحطه وتسرش عليه. هتيجي هنا تختار بقى على حسب اللاب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك 32 او 64، هتعرف منين. هتيجي هنا تطلع كده، هتيجي في السيرش هنا وهتكتب about، هتخش عليها. هيظهر معاك هنا بقى سواء انت 64 بت او 32 بت. زي ما انت شايف كده انا 64. هرجع تاني للمتصفح وهختار 64 بت، وهاجي هنا اختار الحزمة اللي انا هنزلها او الاصدار اللي انا عايزه، في سواء كان 24 او اوفيس 2021. فانا لو هختار اوفيس 2024 هختار اوفيس ال تي اس سي بروفيشنال بلس 2024 اللي هي فيها فوليوم دي. وكذلك لو عايز 21 اوفيس ال تي اس سي بروفيشنال بلس 2021، لو عايزها هختار دي. فانا هشتغل باوفيس 21، هاخدها. وبعدين هنزل تحت شوية هوقف اللي هي الاون درايف ديسكتوب دي، مش هحتاجها، وكمان الباول شير دي مش هحتاجها. وبعدين هضغط نيكست، وهاجي هنا بقى احدد اللغة. هختار اللي هي الانجليش الولايات المتحدة. وبعدين نيكست. في نيكست كمان هنزل تحت كده واقف اللي هي الخيار اللي هو اوتوماتيك ده، واقف دي كمان، وبعدين نيكست. وهنزل تحت شوية وكمان نيكست. نيكست. خلاص كده فينيش. هاجي اختار اكسبورت، وبعدين اوفيس اوبن اكس ام ال دي. اوكي. وبعدين هعلم على الصح ده وكونتينيو. وبعدين هحدد المكان بقى اللي انا هحط فيه الملف، فانا هحطه في الداونلود بعدين سيف. فكده الملف ده نزل معايا. هاجي كده هاخده كوبي معايا، وبعدين هطلع بره خالص على سطح المكتب وهعمل نيو فولدر. وبعدين هفتحه واحط الملف اللي انا لسه واخده كوبي من شوية هحطه فيه هنا. وبعدين بقى هاجي اسمي الملف ده رينيم. وممكن تاخد الاسم اللي هو ام اس اوفيس 21 ده كوبي، او سواء انت منزل اصدار 24 فهتسميه ام اس اوفيس 24. فهكتبه ام اس اوفيس 21 لان انا منزل حزمة 21. وبعدين هاجي للخطوة اللي بعد كده هنزل التولز دي. فأنا معايا اللينك بتاعها، هتحطه برضو على أي متصفح عندك وهتبحث عنه، وهتنزل الأداة دي اعملها داونلود. هي أداة خفيفة خالص أصلا. فهي نزلت معايا. بعد ما نزلت هاخدها كنت كده على على الديسك توب معايا. وبعدين هضغط عليها كليكتين هفتحها. هعلم على الصح دي وبعدين كونتينيو. هاجي بقى من هنا اختار ديسك توب، واختار الملف اللي انا لسه عامله، اظلل عليه كده واضغط اوكي. كمان اوكي. بس كده انا ما عدتش محتاج الاعداد في حاجه دلوقتي. هي الملفات اللي كانت فيها هي ظهرت معايا هنا. اجي الملف ده انا مش محتاجه همسحه. كده هيفضل معايا الملفين دول. وبعدين هاجي على الملف اللي انا لسه عامله ده وهاخده نقل كده واحطه هنا في السي. وبعدين هفتحه. هاجي بقى في السيرش هنا وهكتب سي ام دي، وهفتحها اوبن، مش ران ادمنستريتور، هفتحها اوبن كده. بعد ما افتحها اوبن هاجي كده اخد المسار بقى اللي انا حاطط فيه الملف مكان الملف. هاجي اضغط على الشريط اللي فوق ده واخد الاسم ده كوبي. وبعدين هفتح شريط الاوامر اللي انا لسه فاتحه، هكتب سي دي مسافة، واحط الامر اللي معايا واضغط انتر واصبر شوية لحد لما يقول لي دخل الامر اللي بعده زي ما شايف كده. وبعدين هاجي هنا بقى اخد الامر ده كوبي. اهم حاجة ما اسيبش فيه مسافات، اخده بالظبط زي ما هو كده وما انساش منه اي حاجة. وبعدين هرجع تاني بقى واحطه هنا وهضغط انتر. سواء اللي هيطلع اي حاجه هيطلعها ما تشغلش بالك بيها. هتقفل بقى تقفل الصفحه دي عادي. بالمناسبه هو مش هيطلع معاك الكلام ده كله، مش هيطلع كل الهري ده، والهري ده طالع عشان انا مثبت اصلا برامج الاوفيس. يعني انا بعمل الكلام ده وانا مثبتها اصلا. بعدين هاجي بقى اعمل اعاده تسميه الملف ده، اعمل له رينيم كده.
وهاخد الاسم اللي انا سايبه هنا ده. هو كل الحكاية ان انا بس فتحت قوس وحطيت فيه واحد، غيرت اسم الملف بس. وهعمل رينيم واحط الاسم ده. وبعدين هنزل تاني اكتب سي ام دي، بس المرة دي بقى افتحها ران ادمنستريتور. هفتحها عادي، وبعدين هاجي تاني اخد المسار اللي فوق ده كوبي، ارجع تاني اكتب سي دي مسافة، واحط الامر اللي معايا سي دي سبيس الامر اللي معايا، وبعدين انتر. وهروح تاني للملف ده، واخد الامر اللي بعده. هو الامر ده نفس الامر اللي فوق، بس الفرق الاي، بس الاي دي هي فوق كونفيجر وتحت كونفيجر بالاي. فهاخد الامر ده كده كوبي. لازم اخد بالي انا باخد اهنا امر يعني. وبعدين اضغط انتر هيطلع معايا الخطأ ده عادي. هعمل له كلوز، هقفل دي خالص خلاص. وبعدين هروح اعمل اعادة تسمية للملف ده تاني، وهسميه واحد بس كده. وبعدين هنزل تاني اكتب سي دي، وهفتحها برضو run administrator. وبعدين هاخد المسار اللي فوق ده كوبي، وهكتب سي دي مسطرة واحط الامر اللي معايا. وبعدين هروح بقى اخد اخر امر اللي هو اللي فيه واحد ده باسم المسار يعني. هاخده كوبي، وبعدين هحطه هنا واضغط انتر. زي ما انت شايف كده هي طلعت معايا كده ان هي بتحمل. طبعا انا محملهم اصلا مرة، فانا مش هحملهم تاني، انا هلغيها. بس كل اللي انت بتعمله انت بتاخد الاوامر كوبي بيست، بس اهم حاجة تعرف انت بتاخد اهنا امر وتحطه في الوقت المناسب، والدنيا سهلة يعني. اصبر عليها شوية. طبعا هي هتختفي كده، وبعدين هتبدأ تظهر تاني وتبدأ تحمل. المفروض ان النت يكون كويس. وبعدين هو بعد ما تخلص هيظهر معاك في الاخر كده كلوز او اكسبت، او تضغط عليها. وبعدين برامج الاوفيس هيبدأ يشتغل معاك يعني. طبعا انا هلغيها لان انا مش محتاج، ان انا معايا البرامج محملها، فانا هلغيها مش محتاج.